ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كل شهر وانتم طيبين. معانا بقى مشتريات شهر 10. تعالوا بقى اوريكم مشتريات شيماء ايه. مالكوش دعوة بشيماء بتجيب ايه، كل دار وليه مقدار، كل واحد وعلى قد ظروفه. بس انا هقول لكم الفكرة اللي انا بمشي بيها ازاي والاسعار اللي موجودة ايه. مبدئيا هبدأ باللحوم. تمام. السمك، انا جبت السمك، انا عندي اصلا في الفريزر اكلة جمبري وسمك وحاجات في الديب فريزر لسه. فانا اكلوني سمك مشوي صغير البولتي وما تاكلونيش جمبري. فانا اهم حاجة عندي جبت الطبقين دول. سمك البولتي البحري بجيبه من قدامي من على النيل. ده الكيلو ب40 جنيه، ده كيلو ونص ب60. تمام كده. نيجي بقى عند الفراخ دي انا هعمل منها اكلات، والاكلات اللي هعملها هصورها لكم ان شاء الله بامر الله ان احياني ربنا وكنت من اهل الدنيا. جايبه ايه؟ جايبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جايبه 6 اوراق. جايبه 6 اوراق حجم متوسط، مش كبار قوي ولا صغيرين. ال6 اوراق احسبوا معايا كده الكيلو بتاع الاوراق، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيلو الاوراق ب115 دول عاملين حوالي 170 في رينج ده، عاملين حوالي 170 جنيه 5 وراق. وجبت نص بانيه ب100 جنيه. وجبت وركين مخليين، الوركين المخليين عاملين 95. وجبت 4 صدور. ال4 صدور دول انا هعمل منهم برجر وهعمل كفتة وهعمل ايه تاني يا شيماء، وهعمل شاورما. فهعمل منهم حاجات كتير قوي. دول 4 صدور. ال4 صدور دول فيما يعادل كيلو و200 جرام. الكيلو بكام يا شيماء؟ الكيلو ب200 جنيه. حلو كده. نيجي بقى عند اللحوم بتاعتي اللي انا هستخدمها وهقسمها. برضو ده كيلو مفروم. كيلو المفروم ده هطلع منه حاجات كتير قوي. هطلع منه حواوشي وهطلع كفته وهطلع برجر وهطلع ايه تاني يا شيماء، وهنعمل البفتيك الكداب منه، هنعمل كذا حاجه. حلو. هنا معايا دي اميريه شرايح. اميريه الشرايح دي انا بقسمها على مرتين. احنا 4 افراد. بقسمها على مرتين. دي للشوي بس، دي بعملها شوي بس في الفرن، بديها صدمه على الجريل وبدخلها اشويه في الفرن بدل شوي الفحم. وده وش فخده، ده كيلو وش فخده. ده بعمل منه 3 اكلات كباب حله، بقطعه مكعبات صغيره وبعمله اكلات كباب حله بيحبوها قوي عندي. وده كيلو موزه اللي هي انعم حته لحمه في العجل. دي احنا بنعمل ايه؟ دي انا بقسمها برضو على مرتين او على 3 على حسب للطبيخ. ليه؟ انا عندي اصلا مش بيحبوا الاكل بايت، يعني انا بعمل الاكل على قدنا احنا ال4 افراد، لدرجه ان انا لو قلت لكم بعمل الرز في حله قد كده لينا على قد طبق كل واحد، علشان ما يفيدش مني حاجه ولا حاجه تترمي عشان حرام. كده خلصنا من بند اللحوم. اللحمه دي بكام يا حلوين؟ اللحمه دي ب400 جنيه الكيلو. انتي على حسب. في منافذ بيع بتاعت الجيش بتبيع لحمه حلوه ورخيصه، في جزارين بيبيعوها ب 350، في جزارين بيعدوا ال 400 جنيه، على حسب المكان اللي انت فيه والاسعار. تمام كده. نيجي بقى عند الخزين ايه؟ بصوا مبدئيا دي حاجات انا بجيبها للكيك، دي لا غنى عنها. دي فانيليا برتقال، وده الكيك شيف. دول اهم حاجه عندي لازم يبقوا في المطبخ. دي اكياس التوابل، الاكياس البهار اللي احنا بنحطها مع الاكلات اللي هنعملها. ده خلطات البانيه. وده بتاع الشيش طاووق اللي هو الضحى. وده برضو شيش طاووق. ده برجر. ده خلطه رز الكبسه، حلوه حلاوه مش قادره اقول لكم، دي انا مجرباها. ودي برضو برجر اهو. الحاجات دي مهمه قوي يا جماعه. نيجي بقى يا حلوين عند الشق بتاع الخزين انا بجيب الحاجات اللي انا بستخدمها. احنا ملناش تقل قوي على المكرونات يعني المكرونات مره في الشهر او مرتين بالكتير بعمل المكرونه البشاميل. زي ما قلت لكم انا بعمل حاجه صغيره على قد 4 افراد.
الا بقى لو جالنا عزومه انا بنزل اشتري لها حاجتها كلها، ملهاش دعوه باي حاجه في البيت. هنا جايبه ايه؟ هنا جايبه كيسين شعريه. استنوا بقى اقول لكم الاسعار كلها. فين ماشي. الكيس ب 14 جنيه. كيسين شعريه، كيسين مقصوصه اللي هي المرمريه، وكيسين اقلام، وكيسين مقصوصه كبيره، وكيسين مقصوصه مرمريه تاني صغيره. اكتر حاجه انا بستخدمها بالصلصه او المحمره. الحاجه الوحيده اللي ما بجيبهاش الملكه العصفور، لسان العصفور. عفوا، بجيبه اللي هو روجينا. ليه بقى؟ لسان العصفور بتاع الملكه بحسه بيعمل النشا تقيل كده وبيتقل معايا ويعجن في شوربه لسان العصفور، فما بفضلوش ومش احسن حاجه بالنسبه لشيماء. جبنا ايه تاني؟ الصلصه طبعا دي لا غنى عنها، اللي هي هارفست اهي. دي انا بجيب الحجم ده بكامل صلصه. استنى اقول لكم. ب 58 جنيه العلبه النص دي، ب 58 جنيه. دول علبتين، دول يكفوني الشهر حلو قوي. هنا جايبه 3 سكر. ال3 سكر بكام يا شيماء؟ الكيلو ب 34 جنيه. جايبه 3 دقيق عشان انا اساسي الدقيق معايا على طول. الدقيق الضحى ب 30 جنيه الكيلو. معايا 5 كيلو رز الضحى بكام؟ ب 174 جنيه رز الضحى. التوابل دي بقى يا جماعه اللي هي اللي قلت لكم، الخلطات دي انا ما قلتلكوش سعرها. خلط في ب 4 جنيه. بصوا الماجي، البانيه الماجي ب 4 جنيه 95، يعني ب 5 جنيه. الضحى خلطات الشيش والبرجر والحاجات دي ب 12 وب 13، ما بين 12 و 13 جنيه الكياس اللي هي الكبيره. تمام كده؟ احنا كده خلصنا لحد هنا. تعالوا بقى هوريكم التوابل بتاعتي كلها. ده علبتين بني شاهين، البني الساده الفاتح اللي احنا بنشربه ده، برضو جايباه من السوبر ماركت. دي حاجه السوبر ماركت خلصنا منها. نيجي بقى عند العطاره. العطاره انا بجيبها من عطار في شارع السودان اسمه مدرار، اكيد يعني في كتير عارفينه. تعالوا بقى اوريكم الاساسيات والحاجات اللي انا محتاجاها وجبتها. وللعلم هعمل لكم التوابل اللي هي توابل البرجر، توابل الفراخ، توابل اللحمه، توابل المحشي. هعمل لكم خلطات التوابل ال7 بهارات. هعمل لكم الخلطات دي في البيت من التوابل اللي عندنا، اوفر بكتير ما نشتريها. يعني تعالي قولي، يعني دلوقتي لما تروحي العطار تقول له هات ب 10 او ب 20 من دي، ما عادش في حاجه ب 10 ولا 20 يا بنات. يعني بتلاقي عينات، حرفيا عينات. استنى اوريكم اللي ب 20 انا جايباه ايه. القرنفل ده قرنفل مطحون، انتوا متخيلين؟ القرنفل المسمار الحبه دول، والله لو اوريكم دلوقتي اهم، دول ب 20 جنيه. لكم ان تتخيلوا اما تجيبوا شويه توابل او حاجه ب 20 جنيه. فاحنا جبنا، انا شكلت من التوابل دي علشان انا هعمل منها خلطات كتير قوي، وبامر الله ان احياني ربنا هصورها لكم. بصوا بقى، اول حاجه جبتها ده ب 20 قرنفل. دوا الفلفل الاسمر انا بحب اجيبه حصى واطحنه، لان الناعم ما بيبقاش احسن حاجه وبيبقى محطوط له حاجات. الربع كيلو عامل كام يا شيماء؟ 250 جرام، عامل 110. الكيلو بتاعه عامل 440 جنيه. شايفين يا بنات الفلفل الاسمر بقى بكام؟ ده ايه؟ ده بقدونس مجفف، ده بيتعمل في الخلطه بتاعت المحشي. جايبين قد ايه؟ جايبين ب 20 جنيه. الكزبره جايباها ناعمه، جايبه بقى قد ايه كزبره؟ دي ال 150 جرام ب 13 جنيه. دول 10 بلحات جوز الطيب، ال10 عاملين 113، الواحده واقفه يعني ب5 جنيه. ايه تاني يا شيماء؟ الكمون جايباه ناعم، الكمون بتاعهم الناعم حلو قوي.
التمن ب 40 جنيه. ده زنجبيل ناعم، جنزبيل. ده التمن عامل 37 جنيه. ودي شطه ناعمه ب 15 جنيه، شطه ناعمه ربع كيلو. لا تمن، انا اسفه، ده تمن شطه. ودي بابريكا ب 20 جنيه برضو، بابريكا بس ب 20 والله، حبه حلوين قوي. وده نعناع بلدي مجفف، ده التمن عامل 16 جنيه، ريحته فظيعه. وده ورق اللوري عامل دول ب 20 جنيه، ورق لوري. وكيلو دقيق سميد اللي هو بتاع البسبوسه والحلويات. وده نص كيلو رده. انا لازم الرده تبقى موجوده عندي زي ما قلت لكم. انا المشويات، السمك المشوي حياتي على طول بعمله، فالرده دي اساسي عندي، وساعات بستخدمها في خبيز العيش. ودي خميره فوريه اللي هي انجل، ودي وزنها 450 جرام، يعني فيما يعادل نص كيلو، عامله 75 جنيه. بس بقى دي حطيها وانسي، يعني حطيها في العلبه وانسيها في المطبخ. وعلى فكره في منها صغير في السوبر ماركت، بس انا جايباها من عند مدرار العطار. بصوا يا حلوين، دي حاجه الخزين بتاعتي بتاعت الشهر. لو عوزت في اخر اسبوع ولا حاجه او احتجت، بجيب على قد الاكله اللي انا هعملها لحد ما انزل النزله التانيه. دي كميه الحاجات اللي انا بستخدمها، كل بيت وعلى حسب الحاجات اللي بيستخدمها. انما انا هطلع لكم من الحاجات دي اكلات كتير قوي هعملها. من اللحوم هعمل لكم اكلات كتير قوي انا هعملها واجهزها لاكلات هسحب منها طول الشهر ان شاء الله. كل حاجه هعملها هصورها لكم. يعني ان عملت ان شاء الله، ناويه اعمل من الفراخ دي الشهر ده بقى، هعمل ناجتس، هعمل البرجر بتاع الفراخ بيحبوه قوي، وهعمل برده برجر لحمه، وهعمل الفراخ. خلاص انا عندي الفراخ بيحبوها مشويه جدا، يعني ما بيردوش باي بديل تاني. بس ان شاء الله هعمل لكم طاجن فراخ بالبطاطس، حاجه كده عظيمه ان شاء الله هصورها لكم. في حد من متابعاتي الامارات كتبت لي عاوزه ميزانيه ل 2800 جنيه لفردين وبيبي. تمام، انا ما نسيتكيش وهرد عليكي في الفيديو ده. هقول لك اللي تقسميه تجيبي ايه وبكام وتقسميه ازاي. كيلو بانيه من 190 ل 200 جنيه في كل منطقه. تمام، هتجيبي كيلو بانيه، هتعملي منه 4 اكلات اللي انا هعملها ان شاء الله واصورها وتشوفيها وتعملي زيها. هنعمل برجر، وهنعمل منه شاورما، وهنعمل كفته، وهنعمل ايه تاني يا شيماء، وبانيه. حلو كده. هنجيب فرخه فيما يعادل 160 170 جنيه، هتقطعيها 8 قطع وتعمليها على اكلتين. هتجيبي كيلو مفروم برضو على حسب المنطقه اللي انت فيها، من 350 ل 400. هتعملي منه 4 اكلات زي الكيلو اللي انا جايباه ده. تعملي بانيه كداب وكفته وحواوشي وعصاج، لو هتعملي منه مكرونه بالبشاميل او سمبوسه. ايه تاني يا شيماء؟ هتجيبي بقى على حسب كيلو سمك ماكريل او بولتي. حلو كده. هتعملي منه صينيه سمك على اكلتين. حلو، الماكريل السمكه كبيره وانتوا فردين، ففي الغدا هيبقى سمكه واحده لانها بتتقطع حوالي 4 اجزاء. وهتجيبي بقى الخزين بتاعك، هتجيبي 2 كيلو مكرونه من كل نوع، مقصوصه، على اقلام، على سباكيتي، على شعريه، على لسان عصفور، انصاص. كده هيبقى صرفتي كام؟ قلنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا الميزانيه كده عملتها لك. البانيه قولي 200، فرخه 160، مفروم 400، احسبي معايا. سمك ماكريل من 100 ل 120. انا بس على حسب المنطقه اللي انت فيها واسعار الحاجه. المكرونات برضو هتبقى فيما يعادل الكيلو، هيبقى عامل لو اكياس زي دي هيبقى الكيلو عامل 28 جنيه. لو هتجيبيها سايبه من عند العطار هيبقى الكيلو ب 20 جنيه. شوفي الفرق على حسب امكانياتك. انا بقولك مالكيش اساسا، انا قايله لكم في كل الوجبات اللي بنقدمها مالكوش دعوه بشيماء. شيماء بتاكل كتكوت، شيماء بتاكل خروف، كل بيت وعارف مقداره ايه وعيشته ايه.
حلو كده. التوابل، هتعوزي توابل طبعا، هتجيبي فلفل اسمر، كمون، بابريكا، ملح. ايه تاني يا شيماء؟ هتجيبي مثلا 2 كيلو سكر، هتجيبي ربع عدس، تجيبي ربع عدس اصفر، عدس بجبه، برغل، رز، دقيق، كل الحاجات دي انت هتعوزيها. معاكي 630 جنيه فاضلين. هتجيبي صابون ومسحوق. بالحاجات اللي فاضله دي انت قسمي الحاجات اللي انا قلتلك عليها دي واحسبي اسعارها، هتلاقي معاكي يا دوبك يعني ممكن ما تعملش ال 2800 جنيه، هتبقى اقل، لان انت هتجيبي كميات قليله، لان انتوا فردين بس، يعني هتجيبي نص الكميات اللي انا جايباها، فمش هتصرفي ال 2800. اتمنى اكون فدتك، واتمنى اكون بفدك. وبكده يا حلوين وريكم مشتريات الشهر بتاعتي، من مشتريات الشهر بتاعتنا من الفراخ واللحوم والاسماك. هي سمك بلطي بس مش اسماك يعني، بس دي اكتر حاجه انا بستخدمها، وانا بجيب اللي بيتاكل في البيت بس، لكن اللي ولادي مش بيحبوه او ما بيتاكلش عندي ما بجازفش ما بجيبوش. لكن انا عندي بقوليات، ما اشتريتش الفاصوليا، اللوبيا، في الحاجات دي موجوده عندي، والفاصوليا حتى الفاصوليا اللي فاضله عندي مسلوقه، انا بسلق الحاجات دي واحطها في الفريزر اسحب منها. عندي ايه تاني؟ عندي استنى اوريكم جايبه ايه كمان، انا ما وريتهولكمش. جايبه زيت حلوه وزيت سيله، ده جاي سلايد، ده سلايد معلش، اذا اشتري الزيت دول انا جايباهم من امبارح. وهوريكم برضو بجيب ايه، زي ما قلت لكم في الحسبه، اهم حاجه في البيت، اهم من اللحوم واهم من الفراخ واهم من اي حاجه، حته السمنه البلدي اللي تقعد لاولادك في صحتهم. انا جايبه اهو، بصوا سمنتي ومسيحاها. هتقولوا يا شيماء السمنه، لا السمنه مش غاليه، ما انا بقولكيش روحي اشتري علبه البقره الحلوب اللي ب 800 جنيه و 900 جنيه، دي سمنه بلدي انا بشتريها من حد من الفلاحين، الكيلو ب 200 جنيه. جايبه دي دول 2 كيلو سيحتهم، وهيقعدوا معايا ويعدوا الشهر كمان، لان انا بحط سمنه وقصادها زيت دوار شمس او ذره، يعني بحط ده وده، بعدل الاتنين سواء في الطبيخ او في الرز. فالحاجات دي يا جماعه هي اللي بتقعد لصحه الولاد وغذاء ليهم. وبكده اكون وريتكم مشتريات الشهر بتاعتي. كل شهر وانتم طيبين. اتمنى اكون بفيدكم وشرفتوني.